هربت نعيمة شمس البارودي من قريتها للقاهرة، بتحلم بأضوائها والثراء للتمتع بحياة جديدة، ولكنها اصطدمت بالواقع المرير، وإن كل شيء بثمنه وأحيانا بتدفع وما بتاخدش. فكان مصيرها لعمل عاهرة ضمن عاهرات المعلمة زينات، شعرت بالإحباط وأصبحت شخصية منهزمة، فتمردت على زينات وعملت لدى المعلمة أزهار. أحمد طاهر محمد العربي الذي تم تهجيره مع عائلته من الإسماعيلية للشرقية حصل على شهادة الثانوية العامة ونزل القاهرة، ومعه خطاب توصية للالتحاق بوظيفة واستكمال دراسته بالالتحاق بكلية الحقوق. كان حلم الحصول على شقة واستدعاء أهله لينعموا بالعز في القاهرة، وسلمته والدته ناهد سمير صورتها الذهبية ليبيعها ويصرف منها. اضطر للإقامة بحمام المناطيد، وأحسن المعلم بدوي صاحب الحمام استقباله بعد أن عرف أنه من المهاجرين. وعندما فشل في العثور على وظيفة شغله المعلم بدوي بالعمل لديه ليمسك حسابات الحمام والمستوقد ومحل العاديات الذي يمتلكه في خان الخليلي. وأصبح أحمد محبطا مهزوما بعد فقده لحلم الوظيفة. وقابل أحمد بالحمام بشخصيات بارزة، ومنها الرسام رؤوف الذي كان ضحية تدليل والدته وحبها الزائد له ليصبح مثلي الجنس، وصرحوا له بضرورة قبول الأمر الواقع، فيهرب والده بالهجرة للخارج وتموت أمه وتتركه لمصيره. بيتقرب رؤوف لأحمد محاولا ممارسة الحب معه، ويرى رؤوف أن الخلاص من هزيمة الوطن بتكون بالهجرة، ولكن يثور عليه أحمد موضحا أنهم جميعا مسؤولون عن الهزيمة ويجب أن يقاوموا ولا يغيبوا عن الوعي بالمخدرات والجنس. بيتعرف أحمد على نعيمة وبتنشأ بينهما قصة حب، وبتتطلع نعيمة لترك حياة الدنس وبتتطهر مع أحمد وتدعو لحجرتها بعد أن طلبت من صحاباتها بالحجرة أن يتركوها وحيدة مع فتاها، وبتجهز له طعام وبتدعوه لفراشها ليمارس الحب لأول مرة في حياته، وبتخبره إن عمها وابنه في أثرها لغسل عرها بقتلها، ويخاف عليها أحمد وبينصحها بالاختباء. دافعوا عن شرف العيلة. ما عاوزين ايه؟ هيكونوا عايزين ايه يعني؟ يزغزغوني؟ هيقتلوني طبعا. ايه؟ هتعملي ايه؟ فبيستغل أحمد الحمام المغلق لممارسة الحب مع نعيمة، ويصبح أحمد فاسد مثل كل من حوله بسبب الظروف اللي مر بيها، وذلك عندما يزور المعلم بدوي في منزله بعد ثبوت براءته بيشاهد زوجته اللعوب نعمة مختار المرأة المتعطشة لنداء جسدها، وينساق لدعوتها الشيطانية ويخرج وراءها لتواعده بمنزلها عندما يكون المعلم في الحمام. وعندما يسرع أحمد للذهاب إليها بتقابله نعيمة في الطريق وتشعر إنه تغير من ناحيتها، وبتخبره إنها بانتظاره عند كشك نبوية نعيمة الصغيرة وقت ما يعود. وبيذهب أحمد لميعاد الفجرة زوجة المعلم وبيتأخر في فراش الفجرة. لا، أجيلك أنا الحمام. بينما أغلقت نبوية كشكها وسابت نعيمة تنتظر خارجه. وفي ظلام الليل تمكن عم نعيمة وابنه من النيل منها وقتلها. وفي الصباح اكتشف أحمد مصرع نعيمة، فأدرك المستنقع اللي وقع فيه وإنه كان سبب في مقتل نعيمة اللي كانت بتطلع للتطهر، فقرر العودة لبلده الإسماعيلية. فيلم حمام المناطيلي إنتاج 1973، وهو من بطولة شمس البارودي ويوسف شعبان ونعمة مختار وفايز حلاوة ومحمد العربي وإبراهيم عبد الرازق. قصة الفيلم للكاتب إسماعيل ولي الدين، ومن إخراج صلاح أبو سيف.